السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا جدا جدا. يعني انا يعتبر بقالي اكتر من 3 شهور انا ما بنزلش حاجه على القناه غير اخر دعاء. طبعا انا منزلاه على القناه، لكن انا ما صورتش اي حاجه. وانا دلوقتي هحكي لكم انا ليه ما بصورش وافضفض لكم يعني اللي في قلبي وكده. انا عملت قهوه اهو، انت اعملي اي حاجه، يعني اللي بيحبني يعمل اي حاجة ويجي يسمعني، بس يعني يحس بيا ويسمعني بقلبه. بص حبايبي، انا سبب يعني غيابي عن القناة، وانا ليه دلوقتي بعمل لكم الفيديو دوت. طبعا انا ناس كتيرة من عندي لغت اشتراكاتها في القناة وكده، فانا بعرفكم انا ليه يعني كنت غايبة عن القناة وربنا عالم بيا. عايزة اقول لكم ان القناة دي بالنسبة لي مش يعني انا بحبها، يعني انا متعلقة بالقناة. آه، يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا مش باخد من القناة اي حاجة خالص خالص خالص، وما خدتش منها اي حاجة. والله العظيم والله العظيم انا ما بكذب، انا ما خدتش من القناة اي حاجة طبعا. بس انا بحبها يعني. طبعا انا هو داخلة في 5 سنين فتح القناة ويعني والقناة بالنسبة لي يعني تعبت عليها كتير وكده، فيصعب عليا طبعا ان انا هملاها وتركيها. وانا كمان بحبكم وبحب ابقى معاكم وبحب تعليقاتكم. يعني بحب كل اخوات، لان انا كده كده في طبيعتي الواحد حاسس بالوحده. يعني او اقول لكم ايه، يعني الواحد مفتقد حاجات كتير. طبعا انا سبب غيابي عن القناه والله العظيم انا كنت بموت ولازلت تعبانه، تعبانه جدا ربنا عالم بيا. انا تقريبا كده من شهر 9 يعني بالتحديد. آه، يعني كنت تعرضت لأزمة وموت حد غالي عليا جدا. فطبعا يعني اتصدمت قوي و... وانا في العزا هناك. يعني ايه، فضلت طبعا كاتمه في نفسي كاتمه في نفسي لغايه وكنت بادئه بحس باعراض التعب. انا كده كده مريض الضغط عالي يعني، وده جالي من وفاه امي يعني. بدات ان انا اخد برشام ضغط واكشف وكده، وكنت بحس بالبدايات اول ما والدتي توفت. كان بيجيلي كده خنقة، يعني بيجيلي حاجة بتخنقني كده يعني. هقول لكم ايه يعني، بتخنق نفسي كده، او بحس حاجة كاتمة نفسي ماسكة رقبتي كده وخانقاني. وكنت بصحى من النوم مفزوعة. طبعا دوت كان ضغط نفسي، وانا يعتبر ايه ما عالجتش ده او ما طلعتش منه. فطبعا لما جت حالة الوفاة التانية دي بدأت كده يجرالي حاجات غريبة. انا كنت والله العظيم بموت 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 بمعنى الكلمة، ولازلت تعبانة جدا برضو. الحمد لله على كل حال. انا لما رجعت طبعا من العزا جيت بقى مع نفسي كده. كل ما افتكر او حد يجيب لي سيرة الكلام ده يبدأ يجيلي خنقة جامدة ويجيلي ضيق تنفس، واحس ان انا روحي بتطلع. والله العظيم انا مش بكذب، ده اللي كان بيحصل. بحس ان حد تقيل جدا يعني، شخص تقيل قوي يعني دايس على قلبي كده. ده بيدوس جامد جامد لدرجة ان انا خلاص انا بتشاد. يعني بقت عيالي تعيط جنبي وانا اقول لهم شغلوا القرآن. واتشاهد بقى خلاص، انا حاسة ان روحي بتطلع. الحالة دي يعني بجد مش عارفة انا كان ايه يعني. الموضوع كان مأثر عليا جامد. يا دوبك اسمع اي سيرة، حد يتكلم معايا في اي سيرة في اشخاص معينين او اسم ناس معينين كده، الاقي صدري ده يتعبني جامد. وضربات قلبي دي تعلى تعلى تبقى سريعة جدا. وقلبي دوت حد تقيل بعزم ما فيه عمال يعصر في قلبي يعصر في قلبي، بحيث ان قلبي دوت بينشال من مكانه ونفسي بينكتم واتخنق، واحس ان خلاص رجلي مش شايلاني واترمي. واقول لهم الحقوني، طب هوولي يعني. فاهمني والله يا جماعه انا مش ببالغ بجد. كنت طول الليل انا معرفش انام خالص من كتر التعب. احس ان انا ببقى خايفه يعني انا خايفه من كتر كتمه النفس دي، ببقى مش عارفه في ايه. وافضل بقى طول الليل دماغي دي للاسف طبعا النفسيه كانت متدمره متدمره يعني. حالة اكتئاب غريبة. كل شوية يفوت قدامي زي شريط كده يتعبني يتعبني قوي قوي، يتعبني من جوايا نفسيا فاتخنق.
ده على طول. يا دوبك أي حد ييجي يتكلم معايا تيجي لي الحالة دي، يبدأ ييجي لي ضيق التنفس والخنقة، وابقى خلاص بقى احس ان انا باموت. طبعا انا من النوع اللي اساسا يعني صبورة في العيا، بس جيت بقى يعني يومين على الحال ده خلاص بقى انا قلت انا بموت بقى فعلا. فقلت لا انا لازم خلاص انا لازم اروح اكشف. رحت طبعا معهد القلب وكشفت. وطبعا دلوقتي انا كده يعني عرضة ان انا يجيلي القلب بسبب اللي انا فيه. الدكتور قال لي حالة الحزن والزعل الشديدة اللي فيكي دي هي اللي عاملة فيا كده. بقيت يا جماعة احاول يعني ألجأ للقرآن واقرا قرآن، بس كان غصب عني يعني الحزن مسيطر عليا. يعني خاصة اللي توفى يعني حد صغير في السن، و... ويعني كسرني كده من جوايا. يعني بجد الموضوع كان صدمة كبيرة كبيرة كبيرة. آه، يعني ساعة موت أمي يعني يعتبر يعني اتأثرت جامد جدا، وكنت ربنا عالم بيا. ودوت بقى الموت ده كمان جه كمل عليا. بقيت حاسة ان انا يعني عندي حالة اكتئاب غريبة. قعدت طبعا فترات طويلة والله العظيم انا ما بقدرش اعمل اكل لعيالي، وبقيت طبعا هملاهم اي حاجة بقى اجيبها ناكلها، اي حاجة بقى من الشارع. طبعا انتوا عارفين البيت اللي الام فيه بتكون تعبانة وتكون المرض هازمها، فبيبقى يعتبر الحياة نفسها بتبقى متدمرة. بقيت احاول مع نفسي كده احاول يعني احاول ابعد عن الزعل. غير كمان ايه بقى بدأت يتكشف لي حقايق الناس. انا ما كنتش ابدا اتوقع ان الناس دي بالشكل ده، ان الناس دي يعني بالاسلوب ده. فبجد جاتلي زي صدمة جامدة. فعايزة اقول لكم يعني الواحد لما يزعل ما يحاولش ان الزعل يدمره. انا للاسف الزعل دمرني وتعبني نفسيا، ولغاية دلوقتي برضو نفس القصة. ببقى تعبانة مش عندي المجهود ان انا اخدم عيالي وان انا كده. ده كله بسبب ايه؟ بسبب ان انا بحط في نفسيتي، بسبب ان انا بتأثر بكل حاجة حواليا وبزعل من كل حاجة حواليا، بسبب ان انا ببقى متوقعة من الناس حاجات الحاجات دي مش فيهم. عايزة اقول لكم يا جماعة الدنيا اللي احنا فيها دي هي دنيا مصالح. اي حد بيعرف حد حتى لو اقرب الناس ليك ويعني بيكون موضوع مصلحة مش اكتر. يعني مش هتلاقي حد من قلبه كده بيخلص لك وبيعاملك بقلبه او بيحبك بقلبه. فادعولي يعني لو حد سمع الفيديو ادعولي ان ربنا يخرجني من اللي انا فيه دوت، وان انا ابقى كويسة وافوق عشان خاطر عيالي هما مالهمش ذنب. يعني وطبعا بشكركم جدا، وطبعا الناس كلها على راسي، والناس اللي لغت اشتراكها برضو على راسي طبعا. بس انا لما اقدر اصور هرجع اصور. يعني يا ريت ان انتوا تعذروني يا جماعة وتدعوا لي دعوة حلوة بالله عليكم، وادعوا لأمواتنا وأموات المسلمين وأموات العالم، وادعوا للفلسطينيين ربنا يا رب يصبرهم ويثبتهم ويعني بجد مش عارفة الواحد يقول ايه. هما في أذى كبير قوي قوي. يعني ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتهم، ويرحم موتاهم يا رب وشهدائهم ويتقبلهم عنده، ويصبر قلوبهم، لأن بجد هما بيفقدوا كل عزيز وغالي. فطبعا بشكركم جدا واسفه ان انا طولت عليكم، وسلام عليكم.